خوتنا السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكون لاباس وبخير عليكم. المنتخب الوطني الجزائري اليوم لعب مباراة ودية، وللاسف الشديد شفنا بزاف عيوب في هذا المنتخب، رغم انه كاين ايجابيات. بصح نتكلموا على العيوب اللي بوغرا اصلا كان يحوس عليها، لان بوغرا لما دخل لهذه المباراة دخل بنية انه يبحث عن عيوب. بوغرا بغى يشوف نقاط الضعف ونقاط القوة اللي موجودة عند فريقه. كي يلعب مع منتخب مثل المنتخب المصري اكيد راح تكون كاين مشاكل، اللي من بينها كان الخط الدفاعي. صراحة اليوم الخط الدفاعي ما عجبنيش، كان سيء جدا، يعني ما يعرفش يخرج بالكره، ما يعرفش يتمركز مليح. خط الدفاع اليوم 0-0 صراحه، يعني حتى مع بدايه المباراه كانوا قريبين يماركونا. يعني الدقيقه الاولى اللي صفر فيها الاربيت كان كاين خطا من الدفاع من محمد مداني، قد الكره وكانوا قريب يماركونا لولا سوء التعامل من المهاجم المصري. ايضا ثاني نتكلموا على وسط الميدان، ما كانش وسط ميدان، وسط ميدان شبه غايب، يعني وسط اليوم فارغ، ما كانش الوسط اللي يبني لك اللعب. صراحه اليوم وسط ميدان شبه غايب، حتى في الشوط الثاني لما قام ببعض التغييرات تحسن الوضع شويه، ولكن في الشوط الاول يعني صراحه وسط ميدان غايب. ايضا بناء اللعب، لما تبني انت اللعب من الدفاع للهجوم كانت كرات طويله، كانوا يلعبوا بكرات طويله. ما دام انت وسط ميدان ما عندكش اللي ياخذ منك الكره ويبني بها من الدفاع للهجوم، فاكيد راح تحول تلقائيا انك تلعب كرات طويله. وثاني شيء كان اللعب على الاجنحه. اليوم يا اما كره طويله واللعب على الاجنحه، وسط الميدان ما استعملناش كاع، وسط الميدان ما كانش. فهذه السلبيه اللي كانت كاينه في الفريق الوطني المحلي. فبوغرا مازال عنده ماتش ثاني ودي ضد المنتخب المصري، يعاود يلعب معهم، ونتمنى ان شاء الله انه يصحح الاخطاء، اولها البدايه من الخط الدفاعي. ثاني شيء يحوس على وسط ميدان متزن قادر يبني لك اللعب ويضمن لك ان الكره تتحول من الدفاع للهجوم، ماشي كره طويله. وثالث شيء ان شفنا اليوم لاعبين يعني صراحه كيما نسي نقول، نظن في اللقاء الثاني يستحق يدي لا شونس، لعب مليح بزاف. قيطان ثاني لما دخل مد حلول، دونك هجوميا ما عندناش مشكل كاع حنايا. الحاجه السلبيه الموجوده هي في الخط الدفاعي. اما بوغري حاليا فهو مطالب بايجاد حلول قبل الوديه الثانيه، من نقارن المباراه الثانيه اللي راح تلعب ضد المنتخب المصري. الحاجه اللي يبدا بها هو الدفاع، يلقى اسماء صحيحه، يحط اسماء صحيحه، ما يكررش الغلطه تاع اليوم. ديجا الغلطه تاع اليوم هو ماذا به هذا الشيء، يعني بوغرا قبل بطوله كاس العرب ماذا به يلقى اخطاء، يعني ماشي يروح لمنافس كاس العرب عاد باش تجيه الاخطاء هذه يعني في الاخر يخرج من البطوله. ماذا به في الوديه اللي راهو يلعبها دروك ضد المنتخب المصري يغلط ويلقى اخطاء ويلقى سلبيات، احسن لما تجي منافسه كاس العرب. فبوغرا كما قلنا مطالب بايجاد دفاع مناسب، خط وسط متزن. اما الهجوم فالحمد لله نظن هجوميا عندنا اسماء.